اولاد اخواتي الحلوين، ازيكم يا احلى الحلوين؟ ايه رايكم احكي لكم النهارده حدوته جميله خالص؟ حدوته النهارده اسمها الضفدع والبحيره السحريه. الله، هو في بحيره سحريه؟ ايوه، تعالوا نسمع صوتها. الله، ده صوتها جميل قوي. ايه ده؟ ايه المية الجميلة دي؟ وايه اللون الجميل ده؟ الضفدع واقف على ورقة شجر خضرة. طب ايه حكاية البحيرة السحرية دي؟ ويا ترى فيها ايه؟ البحيرة السحرية مليانة لؤلؤ، لؤلؤ ابيض جميل بيلمع قوي، جميل قوي. دخل اطفال كتير قوي مع بعضهم اصحاب، بصوا كده. الله، يا محلى البحيرة السحرية الجميلة دي، مالها بتلمع كده ليه؟ الله، ايه اللي تحت ده؟ لؤلؤ، ده جميلة قوي. انا همد ايديا واخد لؤلؤة جميلة. واحد فيهم قال كده، قام الضفدع اتكلم. هو الضفدع بيتكلم؟ ما هي بحيرة سحرية والضفدع كمان سحري. قام الضفدع قال له، استنى يا طفل ينهون منك له، انتوا عاوزين تاخدوا لؤلؤة جميلة مسحورة؟ قالوا له يا ضفدع، انت ازاي بتتكلم؟ قال لهم، ما انا ضفدع سحري ودي بحيرة سحرية. طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين ناخد لؤلؤية. تاخدوا لؤلؤية؟ ماشي، مفيش مشاكل، بس دي في شروط. في شروط؟ يا ترى ايه الشروط؟ قعدوا يفكروا ويسمعوا صوت المية الجميلة. يا ترى ايه اللي هيحصل لما نمد ايدينا وناخد لؤلؤية جميلة؟ يعني هيكون في ايه؟ قال لهم جربوا، وكل واحد هياخد لؤلؤية هنعرف، يا اما هياخد حاجة حلوة ويجيله ألعاب كتير، يا اما هيظهر الحاجة الوحشة اللي بيعملها. هتظهر الحاجة الوحشة اللي بيعملها، انا مش هممني، انا همد ايديا. وقام واحد فيهم مد ايده، خدت لؤلؤية سحرية جميلة. اللؤلؤية ما استنتش في ايديه دقيقة، هوب وقعت في ثانية. يا خبر، اللؤلؤية وقعت ليه؟ هو يعني انا عملت ايه؟ قام الضفدع قال له، اكيد عملت مشكلة، استنى اما نجيب اللؤلؤية تاني نسألها. قام الضفدع مد ايده في المية، جاب اللؤلؤية، قال لها، يا لؤلؤية يا سحرية، انتي ممكن تقولي لنا هو ايه المشكلة اللي عملها الطفل ده؟ قامت اللؤلؤية اتكلمت، قالت له هقولك عمل ايه. الطفل ده كان بيطلع فوق السرير بتاع مامته او التسريحة وينط ويتعور، ومامته تزعل ويحصل مشكلات، علشان كده مش هينفع ياخد اللؤلؤية بتاعتي. قام طفل تاني قال له، سيبني انا يا ضفدع، انا ولد شاطر، ممكن اجرب واخد لؤلؤة. قال له، طب تعالى مد ايدك في المية السحرية. مد ايده وخد لؤلؤية. اول ما خد اللؤلؤية، اللؤلؤية وقعت من ايده. يا خبر، طب وقعت من ايدي انا كمان ليه؟ ده انا شاطر وما بعملش مشكلات. قال له، استنى نجيب اللؤلؤية السحرية تقول لنا انت بتعمل ايه. وبسرعة الضفدع مد ايده، جاب الضفدع اللؤلؤية السحرية. الضفدع قال لها، يا لؤلؤية يا سحرية، انت ليه وقعتي من ايد الولد الجميل؟ قال لها، عشان بيكسر الالعاب وكل شوية يعمل معركة ويقوم هاجم باللعبة بتاعته على اللعبة التانية، تقوم تتكسر ومامته تزعل قوي. قال، يا خبر، ازاي كده؟ هون يعني كده مش هاخد لؤلؤية. قام ولد تاني قال له، يا ضفدع انا بقى شاطر، انا لا يمكن اللؤلؤية تقع مني، انا همد ايديا اخد لؤلؤية. قال له، مد ايدك. يلا، مد ايده جوه المية السحرية. اول ما مد ايده جوه المية السحرية، قامت اللؤلؤية وقعت من ايده. يا خبر، برضو اللؤلؤة وقعت من ايدك انت كمان.
كالعادة الضفدع مد ايده وسأل اللؤلؤة في ايه؟ هو عمل ايه الولد ده؟ قال له مفيش اكل مامته تديهوله الا لما يعيب عليه او يقول مش عاوزه مش بحبه، مع ان الاكل بيبقى حلو خالص. مرة يقول لها مش بحب البيض، مرة يقول لها مش بحب الجبنة، مرة يقول لها مش بحب الفول والطعمية. مش عارفين هو عاوز ياكل ايه بالظبط، علشان كده انا مش هستنى معاه. قام ولد تاني قال لا بقى انا ان شاء الله همد ايديا واخد لؤلؤايه وهتستنى معايا. لا يمكن ما ترضاش اللؤلؤايه تستنى معايا، انا همد ايديا. مد ايده جوه الميه السحريه وبرضه حصل مشكله. ايه هتستنى مع اللؤلؤايه يا ترى؟ وقعت اللؤلؤايه. حتى انت ايه المشكله بتاعتك؟ اللؤلؤية جت وقالت للضفدع ده عنادي جدا وما بيسمعش كلام مامته، وكل لما امه تقول له على حاجة يرمي نفسه على الارض ويعيط ويقول لا انا عاوز الحاجة دي، يا كده يا يعمل مشكلة في البيت ويقعد بيعيط يعيط يعيط ويعاند وما يعملش اي حاجة مامته بتقول له عليها. عشان كده انا لؤلؤية سحرية جميلة لا يمكن استنى معاه. ولد تاني اخير قال خلاص اكيد انا الشاطر الوحيد اللي فيكم، انا اخر واحد همد ايديا واخر واحد هاخد لؤلؤايه. مد ايده في الميه المسحوره، لكن يا ترى هتستنى معاه ولا مش هتستنى معاه؟ يا ترى الولد ده شاطر ولا كمان زيهم؟ اللؤلؤايه هتستنى؟ يا خبر حتى انت. طب يا ترى بتعمل ايه؟ قال الولد ده واللؤلؤية قالت لهم ما بيعملش الهوم ورك بتاعه، كل لما ماما تقول له اقعد يعمل الواجب اللي عليك يقوم ماسك القلم ورميه ويقول لها انا عايز انام، انا تعبت، انا كل شويه اعمل هوم ورك، كل شويه اعمل واجب، انا تعبت من الهوم ورك ده مش عامل، ويقوم مزعل ماما وما يرضاش يعمل الهوم ورك بتاعه. علشان كده انا لؤلؤه سحريه جميله لا يمكن استنى معاه. ما فضلش غير ولد قال له سيبني اجرب حظي بقى يا ضفدع، انا الوحيد اللي هلاقي اللؤلؤه الجميله اللي هتستنى معايا. مد ايدك بس انا خايف لا تقع منك كالعاده. قام قال له خلاص همد ايدي. مد ايده جوه الميه السحريه. يا خبر واو الولاد كلهم هيصوا، ايه ده بتكمل معايا. يا خبر اللؤلؤه ما وقعتش. طب انت بتعمل ايه؟ قام الضفدع قال له انت ولد جميل، ازاي اللؤلؤه ما وقعتش من ايدك؟ ازاي؟ انا هسأل دلوقتي اللؤلؤه انت ازاي يا لؤلؤه يا جميله ما وقعتيش من ايد الولد دون؟ قام جاب اللؤلؤه، قامت اللؤلؤه قامت قالت له ايه؟ انت مش عارف انا ما وقعتش ليه؟ علشان الولد ده جميل وبيسمع الكلام وشاطر قوي وعلى طول يسمع كلام مامته، ولا بيعاند ولا بينط من حاجة عالية ولا بيكسر الألعاب، وساعة ميعاد الأكل بياكل اللي مامته بتجيبهوله ويقول لها الله يا ماما الأكل ده جميل، وعمره ما عاند، وساعة لما وقت الهوم ورك بيعمل الواجب. علشان كده ماما كل يوم بتعمل له ساعة فري يقعد يلعب فيها ويتفرج فيها على الكرتون، وانا كلؤلؤه سحريه عارفين هعمل له ايه؟ عارفين يا اولاد؟ قال له انا هعمل له حاجه جميله خالص، انا هديله العاب كتير كل الالعاب اللي هو بيحبها، علشان الولد ده شاطر وبيسمع الكلام وبيقول لماما حاضر. يا ولاد يا حلوين ايه رأيكم في الحدوتة الجميلة دي والضفدع السحري واللؤلؤة السحرية اللي جابت للولد اللي بيسمع الكلام حاجات جميلة قوي وألعاب حلوة؟ فرحانين يا ولاد يا حلوين؟ شكرا يا ولاد اخواتي يا حلوين. انا كل يوم هحكي لكم حدوته جميله كده، بس لو سمعتوا الكلام وبطلتوا عناد وكلتوا اكلكم كله اللي ماما بتجيبه لكم وعملتوا الهوم وورك وما عاندتوش وما رميتوش نفسكم في الارض وعيطتوا. ماشي يا حبايبي يا حلوين؟ اشوفكم مره تانية، كل سنه وانتوا طيبين. مع السلامه، معكم خالته سيمولي.